الشعب العراقي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التطورات الحاصلة بالمنطقة والتحديات التي نواجهها جميعا دعتني لأن أقف بين أيديكم وأتحدث معكم بكل وضوح وصراحة، فأنتم مصدر الشرعية لكل هذه الدولة ومؤسساتها، تعطونها لمن تشاءون وتمنعونها ممن تشاءون. وقد قدمتم التضحيات الجسام من أجل أن تملكوا قراركم وتأخذوا حرياتكم وتقرروا عبر صناديق الاقتراع ما ترونه مناسبا لكم ولمستقبل بلدكم. أيها الإخوة والأخوات، إن الظروف الصعبة التي مر بها العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقبور وانهيار الدولة ومؤسساتها وانعدام السلطة وانتشار العنف وغياب القانون وتصاعد سطوة الميليشيات والمسلحين والإرهابيين والقاعدة التكفيريين وكل الذين لا يريدون لبلدنا الخير والنهوض، كل ذلك وضعنا على حافة الحرب الأهلية التي أنقذنا الله منها بفضل وعيكم وتكاتفكم ووحدة كلمتكم وما قدمته قواتكم المسلحة من تضحيات كبيرة يجب أن نقف جميعا إجلالا واحتراما لها. إن تلك الظروف الصعبة التي تتذكرونها جميعا لم تسمح لنا بالشروع في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، ولم تدع مجالا للانطلاق في عملية نهضة وإعمار وتنمية حقيقية كنا نخطط لها منذ البداية، إلا في وقت متأخر ربما يمكن تحديده مع عام 2008، حيث بدأ العالم يقبل علينا وأخذت الشركات تدخل سوقنا، وقد حققنا خلال هذه الفترة رغم ما شابه من أخطاء وقلة خبرة في بعض المؤسسات وبعض التشريعات التي لم تطلق عملية الإعمار والبناء، لكننا حققنا الكثير من القضايا المهمة، وكل أمل بأن المستقبل أمامنا زاهر، وأن بلادنا تشهد نهضة حقيقية على مختلف الصعد مع ظهور علامات الاستقرار السياسي والأمني الذي بدأ يلوح في البلاد، وهذا ما تؤكده شهادات عالمية ومراكز دولية معتبرة. إننا تسلمنا البلاد البعث المقبور ولم تكن مخدومة حتى بالمياه الصالحة للشرب إلا بنسبة 30%، وقد أوصلناها الآن إلى أكثر من 70%، وعلينا أن نقطع الأشواط المتبقية لتقديم هذه الخدمة الحيوية الضرورية. أما خدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري لم تكن أكثر من 6%، وبعد كل هذه الجهود أوصلناها إلى 36%. وليعلم الجميع كيف كانت تبذر أموال العراق وكيف كانت تدار الدولة